نعود لكم مجددا أعزائنا متابعين سعودي هورس. يقف بجانبي الآن المصمم الأولمبي الأستاذ منصور المقاطي. أستاذ منصور نرحب فيك في سعودي هورس. حياك الله، الله يحييك. أستاذ منصور تواجدت في مهرجان خادم الحرمين الشريفين كمصمم في بطولة الوطن، مصمم أساسي، وفي البطولة الدولية التي اختتمت أمس الفايف ستار كنت مساعد للمصمم البريطاني بوب، مصمم أولمبياد لندن. تبقى الأسبوع القادم بإذن الله ستكون مصمم أساسي في البطولة الخليجية 3 ستار. بعد اختتام البطولتين الأولى أعتقد أن الرؤية اتضحت لك، كيف هي مستوى الفرسان، مستوى الجهات المشاركة، قوة المنافسة. ما هي الخطة التي سيسير عليها المصمم منصور في البطولة الخليجية؟ طبعا البطولة الخارجية تختلف تماما عن المستوى، عن البطولة الدولية وعن بطولة الوطن. لأن أغلب الفرسان من الخليج، وبس السنة هذه ما شاء الله الخيل مستوياتها جيدة، الفرسان مستوياتهم جيدة، وإن شاء الله بيكون مستوى الكورس في مستوى المستوى الفني الجيد اللي بدأوا فيه من الوطن إلى الدولية إلى إن شاء الله الخليجية إن شاء الله. أستاذ منصور، كيف شفت إمكانيات وتجهيزات منتجع نوفا، الميادين منتجع نوفا بعد اختتام البطولتين؟ يعني لاحظنا إعجابك في أرضية الميدان الرملي وميدان العشب الرئيسي. كيف شفت إمكانيات المنتجع من الناحية الفنية بالنسبة لك كمصمم؟ طبعا المنتجع من ناحية فنية شيء صراحة نفتخر فيه، من ناحية الملاعب، المدرجات، الاسطبلات، المسطحات الخضراء حول الميدان، يعني تشبه الأندية العالمية. أما من ناحية الأراضي بصراحة أبدع العيد حقيقة، أبدع في صناعة أرض نوفا الرملية. يعني أنا أول مرة حقيقة أشاهد أرض تشتغل عليها الخيل 3 أيام بدون تعديل وثابتة، ما تغيرت، يعني نفس درجة الجودة أقصد. فهذا حقيقة إبداع من العيد، حقيقة يشكر عليه. ويعني ما هي غريبة على العيد استخدم خبرته في صناعة الأرض هذه. الحمد لله طلعت المباراة حتى شجعتني أنا لتصميم أفضل، لأنها كانت مواصفات عالمية حقيقة كانت الأرضية. أما من ناحية الجراس فكان الجراس جيد، و يعني بدأنا في تصميم تغيير أماكن الحواجز، عملنا كورسين بدل ما هو كورس واحد، حاولنا نحافظ عليها حتى نصل إلى البطولة الخليج. والحمد لله الأرض الآن جيدة جدا، يعني ما فيها لا نسميها احنا دمج أو هبوط أو عيوب فيها، لا أبد. الآن جاهزة هي لبطولة الخليج إن شاء الله. كل الشكر لك أستاذ. الله يطول لي عمرك، شكرا جزيلا. هذا كان